أوروبا وروسيا والصين قرروا يصنعوا طياراتهم الشبحية الخاصة. أوروبا لوحدها داخلة في مشاريع زي تمبست وإفكاس عشان ما يبقوش تحت رحمة شركة أمريكية واحدة، ولو مش عارف إيه هم المشروعين دول فبسرعة كده، تمبست هو مشروع بريطاني لتطوير مقاتلة من الجيل السادس، الهدف منه إنتاج طيارة شبحية مأهولة بدعم من طيارات درونز قتالية ومتصلة ببعض بشبكة رقمية متقدمة، متوقع تطير النسخة التجريبية في 2027 وتدخل الخدمة رسميا في 2035. المشروع بقيادة المملكة المتحدة وإيطاليا واليابان، وخصصت الحكومة البريطانية لوحدها بس حوالي 2 مليار جنيه استرليني للمشروع لحد 2025. أعلن عنه في 2018، لكن بعد انضمام إيطاليا بقى البرنامج جزء من برنامج أكبر باسم The New Global Combat Air Program أو اختصارا جي-كاب. أما مشروع النظام الجوي القتالي المستقبلي أو Future Combat Air System المعروف باسم إفكاس، هو مشروع مشترك بين فرنسا وألمانيا وأسبانيا لتطوير منظومة جوية قتالية متكاملة، تتكون برضه من طيارة